مرحبا، يسعد لي اوقاتكم بكل الخير يا رب. ان شاء الله تكونوا بالف خير انتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. مثل ما شايفين اليوم طبختنا هي البامية. طبعا انا لانه اطلب كتير من البامية الحمراء، بس ما صار لي بالسوق كله حمراء عنا. طبعا انا بغسلها منيح كتير قبل ما امعها، لانه اذا امعتها بعد الغسيل بتنزل هاي المادة اللي غسلتها كذا مرة، لانه بتعرفوا بيكون في تراب ووسخ. ممكن نحن وعم ننقي البامية يكون هارر منها على الارض ويرجعوا يرفعوها ويرجعوها على الصندوق، لهيك بغسل كمان مشان المواد الكيماوية اللي بيرشوها. لحتى كيف بقمعها فيها لحتى ما تنزل هاي المادة الدشة. أهم شيء ما تبين هالفتحات داخل البامية، بقمعها بحذر بحيث إنه ما أوصل لهالفتحات اللي فيها. مثل ما نكون شايفين. طبعا تقميع البامية شي بيسلي بقى، بكون على رواق مع فنجان قهوة، بحس بتاخد وقت لهيك. أو إذا كنا بمجموعة بيقولوا ساعدوني. هلا هون خلصتها، عم فرجيكم كيف صار شكلها، شايفين ما احلاها. وهلا راح جهز للطبخ. طبعا في عالم كتير بتحب تقلي البامية، انا ما بحب اقليها نهائي. اول شي مشان فوائدها، ثاني شي طعمتها كتير بتغير، بحب هاي الخضار اللي فيها. ولحتى احافظ على الخضار اللي فيها بحط كبيرة ملح خشن، ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة كربونات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم. بغليها انه يا دوب غلوتين، يعني ثواني، بحيث انه حتى ما يروح اللون الاخضر اللي فيها، يعني يا دوب غلوتين وبس، ما بقليها نهائيا. هون حطيت زيت نباتي، وراح احط لها المنكهات او المطيبات اللي هن عبارة عن قرنفل وورق غار. وبعدين حطيت السفن، قطعت بس السفن لأن السفن صحي أكتر بكتير من الفخاد. وبعدين بحمرون شوي كلهم مع بعضهم لحتى يعطيها النكهة الطيبة. بلاحظت إنه اللحمة اللي منضيفها أو الدجاج المنضيفه إذا ما تحمر بيعطي نكهة مو طيبة، فالأفضل نحمر كل شي فيه دجاج أو لحمة. وضفت عليهم بصلة ناعمة بحمرها كمان معهم شوي لحتى تعطي نكهة كتير. وبعدين ضفتهم مدقوق مع معلقة كبيرة ملح، ويا دوب تطلع ريحة الثوم بالمطبخ بضيف عليها المواد التانية. هون ضفت عليها معلقة صغيرة ملح، لأن كانت حسيت الملح اللي ضفته كان قليل. الملح اللي عندي هو ملح حباته كبيرة. وضفت عليه هون فلفلة حمرا مقطعة ناعمة، وبعدين زدت عليهم البامية بعطيها هيك تحميرة مع المنكهات لحتى تاخد منهم منيح. وزدت عليهم البندورة المقطعة ناعمة. طبعا كمان ما بحبها مبروشة البندورة على للفاصوليا وللبامية بالذات، ما لازم تكون البندورة مبروشة عليهم. وزدت لهم معلقة كبيرة دبس البندورة أو رب البندورة، وفلفل أسود. هون حطيت لهم فلفل أسود وتركتهم يغلوا لحتى تستوي البامية منيح ويعقد دبس البندورة. شايفين شكلها رائع، لساها محافظة على خضارها ونكهتها كتير كتير طيبة. قدمتها جنب الرز وسلطة البقلة، رائعة. ألف صحة وهنا.